شويه فراخ بقى طلعوا من الفرن اهو، اللهم بارك. زي تقولي عسل، تقولي حاطه فيها سكر. بصي دايبه الفراخ، دايبه دوب دايبه، مش مستحمله ايد. وبألف هنا وشفا، ان شاء الله تعجبكم قوي باذن الله. بجد بجد يعني اي حد هيدوقها على طول اول سؤال هيسالوا لك انت عاملاها ازاي على طول، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. وبألف هنا وشفا. نقعت الفراخ في المحلول بتاعها، الملح والخل والدقيق اهو. هسيبها تتنقع بتاع 10 دقايق ربع ساعه كده. خلي بالك ان انت لو نقعتي الفراخ في وقت طويل الفراخ هتجلد معاكي، انقعي بالعقل يعني. مش لو سبتيها وقت طويل في المحلول هتيجي تاكليها هتلاقيها مجلده وناشفه معاكي. فانقعي يعني 10 دقايق ربع ساعه كده. بعد ما نقعتيها في المحلول شويه وبعد كده شيليها ودعكيها وشيلي منها الريش الزياده والدهن الزياده ونضفيها وخليها زي الفل. في الاخر هتديكي نتيجه هتبقى بيضه زي القشطه كده. حطيها في ميه نظيفه واعصري عليها ليمون وسيبيها كده 3 دقايق. تمام. النهارده باذن الله هعمل لكم دجاج بالباربيكيو. هو الاسم الاكله اسمها كده، دجاج الباربيكيو. بصراحه ربنا انا من ساعه ما عملتها وانا خدت عليها مليون جايزه. بجد بجد يعني احلى اكله واسرع اكله ممكن تعمليها، وفي نفس الوقت هتيجي تاكليها هتلاقي طعمها يعني حاجه كده خرافه. عندي هنا وراك غسلتها طبعا وخليتها زي الفل، وعندي 3 بصلات كبار، وعندي عصير ليمونه. وعايزه في الاكله دي حاجه مهمه قوي قوي، مكون مهم قوي. عايزه يا جماعه كاري يكون من يعني عطاره تكون نظيفه شويه، علشان لو جبتيه من عطار عادي او عطار شعبي هيبقى قالب معاكي على كركم. لا انا عايزه كاري اللي هو طعم الكاري الاصلي. تمام. عايزه معلقه كبيره من الكاري، معلقه كبيره باربيكيو. عايزه ملح وفلفل، وعايزه مستردة وصوص الباربيكيو. فرمت البصل اهو وهضيف عليه اول حاجه عصير ليمونه، التوابل اللي انا قلت عليها من شويه، المستردة، ماشي، والباربيكيو معلقتين كبار تقريبا كده. هقلبها واتبل الفراخ وارجع لكم تاني. اهو تبلتها، هدخلها الفرن بقى، هغطيها وادخلها الفرن. تخلي الشبكه اوطى حاجه عندك، اوطى درجه اهي، وتخلي الفرن عالي ويكون سخن من قبلها، عشان دايما اللحوم ما بحبهاش تنزل ميتها، تقعد تنزل ميه، لا، فسخني الفرن قبل ما تدخليها احسن. ماشي. ولو مستعجله يعني بلاها شبكه خالص، حطيها على النار على طول. بس انا لا، هحطها على شبكه عشان انا عندي وقت يعني. شويه فراخ بقى طلعوا من الفرن اهو، اللهم بارك. زي تقولي عسل، تقولي حاطه فيها سكر. بصي دايبه الفراخ، دايبه دوب دايبه، مش مستحمله ايد. وبألف هنا وشفا، ان شاء الله تعجبكم قوي باذن الله، وهتشرفك قوي 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 في العزومات لو عندك عزومه. بجد بجد يعني اي حد هيدوقها على طول اول سؤال هيسالوا لك انت عاملاها ازاي على طول، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. وبألف هنا وشفا.